مشاكل بزاف مع ممثلة مدينة تونات. غادي تبدا تخاصم معاه عاوتاني حيتاش ما كيتحاملوش مع بعضياتهم. وبالفعل رانا كاملين شفنا الشوفات اللي كتشوف فيها، والبرانسيسا باش نقول لكم بانهم راه مبقاوش حاملينها كاملين من غير كوبل ديال الداخله، يعني كاملين مشكلين واحد الفريق، لا كوبل ديال كازا لا كوبل المانيا، يعني هما كاملين مشكلين واحد الفريق ما كيهضروش مع برانسيسا وكيتجمعوا غير بوحدهم. اما البرانسيسا راهم مخلينا بعيد عليهم وجالسه غير مع راجلها ومع جوزتها، ومره راه كتجبد شي موضوع بسيط مع نزار. هنا فين غادي تشوفوا اخوتي انهم غادي يتفقوا عليها، غادي يتفقوا بيناتهم الكوبل اللي صافي خصهم يخرجوه. وبالفعل من بعد ما غادي نشوفوا ممثلين طنجة، من بعد ما غادي يبداو يتخاصموا مع ممثلين تونات، فهنا بالفعل فاش ممثلة طنجة غادي تضرب ممثلة تونات، يعني غادي تسرفقها. المهم راه كاين شي حوايج غادي يبانو وكاين شي حوايج بالفعل راه ما غاديش يبانو. فهنا فين غادي تحقد عليها وغادي تزيد تكرهها اكثر، وهنا فين غادي يبداو يتفقوا عليها. فهنا فين غادي نشوفوا بان السعديه داخل البرايم غتقول لهم هنا فين خصكم كل واحد يستعمل الساروت اللي عنده، حينتاش الا ما استعملتوش الساروت ديالكم غادي يتحرق، يعني غادي يفوت عليه الوقت. هاد الشي علاش ممثلة تونات غادي تاخد 10 النقاط من عند ممثلي طنجة. هاد الشي علاش البرانسيسا غادي تخرج من دار العرسان وهي ما عندهاش حتى شي نقاط، حيت غادي يتآمروا عليها وغادي يتفقوا عليها. فكيف ما قلت لكم ان حتى ممثلة المانيا غادي تستعمل الساروت ضد البرانسيسا، ولكن هي زعما مني غادي تستعمل الساروت ضدها غادي زعما تطلب منها السماحة، غادي تقول ليها سمحي ليا حيت ما يمكنش ليا الساروت ما نستعملوش، يعني كاملين غادي يستعملوا السوارد ضد طنجة. هاد الشي علاش للاسف كوبل ديال طنجة غادي يغادرونا في هاد البرايم الماجي، البرايم الخامس. وحتى هما كذلك فموجدين ليهم مفاجأة اللي غادي تكون واحد المفاجأة اللي بحال كوبل تارودانت، يعني المفاجأة ديالهم حتى هما غادي توجد. وكيف ما قلت لكم بانهم غادي يكونوا المزيد من الصراعات، بزاف ديال المضاربات وبزاف ديال الخصامات وبزاف ديال الاحداث المشوقة اللي غادي تشوفوها في دار العرسان. وكيف ما ديما راني كنجيب لكم ديما غير الجديد، ولا وصلت حتى لهنا ما تنساش تخلي معاك واحد لايك. تشوفوا في الفيديو الجاي.